بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم. النهاردة هنشتغل مع بعض شنطة بسيطة تستخدميها لتوزيعات الأسبوع والأعياد. هنشتغلها بغرزة الجراني، ممكن تشتغليها بلون واحد وممكن تستخدمي فيها ألوان. ممكن تشتغلي نصها بلون، النص اللي من تحت بلون النص اللي من فوق بلون تاني. أنا هستخدم خيط سلسلة رفيع، وهستخدم مع الخيط إبرة ستانلس مقاس 5، وهحتاج ولاعة وإبرة كنفا. تابعوني لآخر الفيديو علشان تعرف الخطوات. هشتغل مربع الجيراني وهبتدي بدايرة سحرية، بلف الخيط وبالإبرة وبسحب وبثبت الخيط، وبشتغل 3 سلسلة. معايا 3 سلسلة، بلف الخيط على الإبرة وبشتغل 2 عمود، بشتغل 3 سلسلة، بلف الخيط على الإبرة وبشتغل كمان 3 عمود. تلاتة سلسلة، 3 عمود، تلاتة سلسلة. هشتغل آخر 3 عمود، تلاتة سلسلة، وبضيق الدايرة، بسحب الخيط، بقفل بمنزلقة في السلسلة التالتة، بعد 1 2 3، بدخل بالإبرة وبسحب الخيط، وبكده بيكون اتكون معانا 4 زوايا للمربع اللي هنبتدي بيه الشنطة الصغيرة. بشتغل منزلقة علشان اوصل لأول فراغ، وبرتفع ب3 سلسلة، وبشتغل كمان 2 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود في نفس المكان، بشتغل سلسلة واحدة وبروح لتاني فراغ وبشتغل فيه 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود في نفس المكان. بشتغل سلسلة، بلف الخيط على الإبرة وبروح للفراغ الثالث وبشتغل فيه بنفس الطريقة 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود في الفراغ الثالث والرابع. كملت في كل فراغ 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود، بشتغل سلسلة وبقفل بمنزلقة في السلسلة الثالثة،
بدخل بالإبرة وبسحب الخيط وبشتغل منزلقة علشان أروح للفراغ وابتدي السطر اللي بعده، وبرتفع ب3 سلسلة، كمان 2 عمود، 3 سلسلة، وفي نفس المكان بشتغل 3 عمود. بتشكل معايا في السطر التاني الفراغات اللي معايا هنا بيتشكل 4 فراغات بشتغل فيهم 3 عمود، بشتغل سلسلة، بلف الخيط على الإبرة وبروح للفراغ، بشتغل 3 عمود، بشتغل سلسلة وبروح للزاوية او للصدفة وبشتغل 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود، سلسلة، وبروح للفراغ وبشتغل 3 عمود، سلسلة، وبكمل السطر بنفس الطريقة. اشتغلت في الزاوية 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود، وفي الفراغ اشتغلت 3 عمود وبفصل بسلسلة، واشتغلت منزلقة علشان اشتغل السطر اللي بعده، وتكون معايا في السطر الثالث 2 فراغ، بشتغل في كل فراغ 3 عمود، والزاوية زي ما هي بشتغل فيها 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود، برتفع ب3 سلسلة وبشتغل كمان 2 عمود، 3 سلسلة، وفي نفس المكان 3 عمود، بشتغل سلسلة وبروح للفراغ وبشتغل في كل فراغ 3 عمود، سلسلة، بروح للفراغ التاني وبشتغل 3 عمود، وبشتغل سلسلة، وبكمل السطر وبشتغل في كل زاوية 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود، والفراغ بشتغل 3 عمود. بقفل السطر في السلسلة الثالثة بمنزلقة، بسحب الخيط وبشتغل منزلقة علشان اروح للفراغ اللي جنبها، بيتكون معايا في السطر الرابع 3 فراغ. دلوقتي هنشكل الشنطة، برتفع ب3 سلسلة وبشتغل الصدفة كمان 2 عمود، يكون معايا 3 عمود، ال3 سلسلة بيكونوا بمثابة عمود، بشتغل 3 سلسلة كمان 3 عمود في نفس المكان، بشتغل سلسلة وبروح للفراغ اللي في الأول وبشتغل 3 عمود،
بروح بسيب الفراغ التاني وبروح للفراغ التالت وبلف الخيط على الإبرة على طول من غير ما اشتغل سلسلة، وبشتغل 3 عمود. بشتغل سلسلة وبروح للزاوية وبشتغل فيها 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود. بشتغل سلسلة وبروح لأول فراغ وبشتغل 3 عمود، بلف الخيط على الإبرة وبسيب تاني فراغ وبروح للفراغ التالت وبشتغل فيه على طول 3 عمود. سلسلة وبروح للزاوية وبشتغل فيها 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود، وبشتغل سلسلة وبروح للفراغ اللي في الأول وبشتغل فيه 3 عمود، وبلف الخيط على الإبرة وبسيب تاني فراغ وبروح للفراغ التالت وبشتغل فيه على طول 3 عمود. بشتغل سلسلة وبقفل السطر في السلسلة التالتة، بشتغل منزلقة علشان السطر اللي بعده. برتفع ب3 سلسلة، كمان 2 عمود، تلاتة سلسلة، 3 عمود. سلسلة وبكرر اللي عملته في السطر اللي قبله، بروح للفراغ وبشتغل 3 عمود، بلف الخيط على الإبرة من غير ما اشتغل سلسلة وبروح بسيب الفراغ التاني وبروح للفراغ التالت وبشتغل 3 عمود. بشتغل سلسلة وبروح للزاوية وبشتغل فيها 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود. وبكمل لحد ما اخلص السطر. ممكن تكملي بلون واحد وممكن لو حابة تغيري اللون. بقفل السطر في السلسلة الثالثة، بدخل بالإبرة وبسحب الخيط، بشتغل منزلقة، بشتغل سلسلة وبسحب الخيط وبقص الخيط بالولاعة علشان اغير اللون. بدأ شكل الشنطة يتكون معايا. اشتغلنا قاعدة الشنطة ب4 سطور وارتفعنا بسطرين،
بشتغل سطر بلون مختلف، بشتغل عقدة عند اي زاوية، برتفع ب3 سلسلة، بشتغل كمان 2 عمود، ثلاثة سلسلة، 3 عمود في نفس المكان، سلسلة، وبروح لأول فراغ بشتغل 3 عمود، بسيب تاني فراغ وبروح للفراغ التالت، بلف الخيط على الإبرة على طول وبشتغل 3 عمود، سلسلة، وبروح للزاوية بشتغل فيها 3 عمود، ثلاثة سلسلة، 3 عمود في نفس المكان، هشتغل سلسلة وبروح لأول فراغ بشتغل فيه 3 عمود، بلف الخيط على الإبرة وبروح للفراغ التالت، بسيب التاني وبروح للتالت وبشتغل على طول 3 عمود وبكمل السطر بنفس الطريقة. بشتغل سلسلة وبقفل السطر، السلسلة التالتة بعد 1 2 3، بدخل بالإبرة وبقفل بمنزلقة، بشتغل منزلقة، لو حابة تكملي اللون كمان 3 سطور ممكن تكملي، هنغير اللون، هشتغل سلسلة بقص الخيط، هكمل باللون التاني، بدأ شكل الشنطة يتكون معانا، بشتغل كمان سطرين باللون اللي معايا هنا في الأول، بشتغل 3 سلسلة، وبكمل 2 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود في نفس المكان، سلسلة، وبروح للفراغ اللي في الأول معايا 3 فراغ، بشتغل 3 عمود وبسيب الفراغ التاني وبروح للفراغ التالت وبشتغل 3 عمود، وفي الزاوية بنشتغل فيها بنفس الطريقة 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود.
بشتغل سلسلة وبروح للفراغ اللي في الاول وبشتغل فيه 3 عمود، وبكمل كمان سطر فوق السطر اللي معايا هنا، بكمل سطرين او سطر واحد غير السطر اللي معايا هنا، بكمل ده وبشتغل كمان فوقه سطر بنفس الطريقة. كملت سطرين، معايا هنا سطور الارتفاع 5، وقاعدة الشنطة معايا 4 سطور، وفي الارتفاع اشتغلت 5 سطور. دلوقتي هنشتغل يد الشنطة، هشتغلها بغرزة الصدفة، ممكن تشتغليها بأي غرزة تفضليها. نرتفع ب3 سلسلة، بشتغل في نفس المكان 2 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود في نفس المكان. بلف الشنطة او الشغل وبشتغل منزلقة لحد ما اوصل للفراغ اللي في النص، برتفع ب3 سلسلة، وبكرر 2 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود في نفس المكان. بلف الشغل وبشتغل منزلقة، بوصل للفراغ وبشتغل 3 سلسلة، 2 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود في نفس المكان. وبكمل بنفس الطريقة 8 صدفة علشان اشتغل يد الشنطة. بلف الشغل بشتغل منزلقة، بشتغل كمان سلسلة وبقص الخيط، وبسيب مسافة من الخيط علشان اثبت بيه يد الشنطة. بقص الخيط بلضم الخيط اللي سبته في إبرة، بالإبرة وبثبت اليد. بثبت الخيط وبعمل عقدة، وبدخل الخيط تحت الغرز،
بقص الخيط وبثبته بالولاعة. بدخل الخيط الناحية التانية. وبشتغل اليد التانية بنفس الطريقة، وده بيكون شكل الشنطة. اشتغلت اليد ب8 صدفات، وده بيكون شكلها. سهلة وبسيطة، وتستخدميها لتوزيعات العيد والسبوع. ما بتاخدش معاكي وقت، وممكن تشتغليها بلون واحد، وممكن تستخدمي عدة ألوان. ممكن تشتغلي نصها بلون، وتشتغلي النص اللي من فوق واليد بلون تاني. انا هنا اشتغلتها بلون واحد. وده كان فيديو النهاردة وفكرة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش لايك للفيديو وشير، واشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل الفيديوهات والأفكار.